السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحضر النهاردة مع بعض كفتة الرز. هنعملها بأنجح وأسهل وأسرع طريقة، بدون مفرمة ولا جزار. هنعملها في البيت بطريقة سهلة، مش هتشقق منك ولا هتفتح منك وانت بتقليها. يلا حبايب قلبي، حطوا لايك للفيديو، ولو أول مرة بتشوفوني فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول وندخل على وصفتنا النهاردة. اول حاجة انا معايا رز مصري. الرز المصري بغسله وبنشفه، بحطه على صينية يقعد مثلا يوم او اتنين ينشف في البلكونة كويس قوي، وبعد كده بطحنه. طيب لو انا عندي الرز اللي هو مثلا بتاع الكياس، ممكن تطحنيه على طول من غير ما تغسليه ولا الكلام ده. خلاص، انا هنا طحنت معاكم الرز اهو، حطيته في المطحنة وطحنته كويس قوي. اهم حاجة وانا بطحن الرز اخلي فيه يعني تخشينة شوية، ما يكونش ناعم قوي. هنا معايا بصل وتوم، معايا نص كيلو لحمة مفروم، معايا خضرة مشكلة، معايا فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، ومعايا 7 بهارات، ومعايا معلقة ملح، ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج صودا. هنا بنزل بقى في الكبة باللحمة المفرومة اللي عندي، وبنزل بخضرة مشكلة 3، كزبرة وبقدونس وشبت، باخد الورق بتاعهم بس. وبنزل عندي هنا بالبهارات، فلفل اسمر وكزبرة ناشفة، وهنا معلقة صغيرة من السكر. ومعايا هنا انا ضربت البصلة لوحدها خالص. تمام، معايا البصل والثوم. وهنا بنزل بقى معايا بالرز اللي انا طحنته. انا بطحنت الرز على المطحنة، طعمه بيكون مختلف جدا عن دقيق الرز. لو انا اشتريت من بره برضو دقيق رز، لا، انا لما بطحنه في البيت بيبقى مختلف جدا يا جماعة. اللي بنعمله في البيت بسيب فيه تخشينة او جرش شوية، بيخلي معايا الكفتة طعمها حلو جدا. لكن الدقيق اللي انا بشتريه من بره بيخلي الكفتة معايا تكون معجنة، وانت بتاكلها بتحسوا بمضغة كده مش كويسة. هنا انا ضربته بقى في الكبة. حسيت ان هو طبعا عشان الرز زي ما انتوا عارفين معايا مش منقوع ولا الكلام ده، مش زي اللي انا بعمله عند الجزار. انا هنا ضفت معايا نص كوباية من المية عشان تمشي معايا الكبة وتخلي الكفتة معايا ناعمة قوي. شفتوا الكفتة ما شاء الله ناعمة قوي ازاي؟ السر التاني ان انا بحط بصلة واحدة، ما بكترش البصل عشان ما تشققش مني. خلاص، شوفوا عجينة الكفتة ما شاء الله حلوة قوي قوي ومظبوطة كده جدا. هبدأ بقى اصبعها معاكم، بصبعها زي ما انتوا شايفين كده، او اي شكل انتوا تحبوه، دي حسب ذوقكم بقى. السكر اللي انا حطيته مع الكفتة وانا بضربها، السكر ده بيدي لون حلو قوي في التحمير، وكمان بيسرع معايا التحمير بسرعة يعني، بيخلي لونها حلو قوي وبتسرع قوي وانا بحمرها. وانا طبعا بحط الملح مع عجينة الكفتة، اخلي بالي ان في ملح معايا في الصلصة. كده انا هنا صبعت الكفتة زي ما انتوا شفتوا كده، وببدأ اقليها. طبعا زي ما قلت لكم تاني، في العجينة انا حطيت بيكنج صودا او بيكنج باودر، عشان طبعا بتخلي الكفتة تكون معايا هشة من جوه مش مكتومة. بصوا كده ما شاء الله، لونها حلو جدا جدا، متحمرة زي ما انتوا شايفين، اللي موحدة اللون معايا معلقة السكر الصغيرة. هنا طبعا هعمل الصلصة بتاعتها. نزلت معايا بمعلقة من السمنة وشوية من الزيت، وهنزل عليهم ببصلة صغيرة جدا، صغيرة قوي. بقلب البصلة يدوب تبدأ تاخد لون معايا، تدبل كده، بنزل عليها بالثوم. وبعد كده بنزل بقى بالطماطم معايا او الصلصة الجاهزة اللي معايا. تمام، اتسبكت معايا.
بنزل عليها بقى بالفلفل الاسمر وملح ابيض، وخلي بالي من الملح عشان برضو انا بنزل عليها بشوربة، انا بسقيها هنا شوربة، في ملح معايا في العجينة وفي ملح معايا في الشوربة، اخلي الملح برضو ايه، اركز في النقطة دي. كده خلاص الكفتة معايا زي ما انتوا شايفين هي متحمرة وجاهزة، يا دوب الشوربة هتغلي وهنزل عليها بقى بالكفتة. طبعا هنا الكفتة ما بخليهاش تستوي كويس قوي، لانها لو استوت قوي هي فيها رز يا جماعة هتنشي معايا، الرز هيبقى مخلي معايا الصلصة النشية مش هتبقى حلو. تستوي نص سوا وبقفل عليها والحرارة بتكمل السوا بتاعها عشان تكون بتقطم معايا كويس. لو سويتها بزيادة هتنشي معايا، هتخلي الصلصة مش حلوة خالص. كده خلاص ما شاء الله الكفتة معايا جاهزة. طبعا ولا رحت عند جزار ولا تعبت ولا سبت البيت وخرجت ولا الكلام ده كله. طبعا ممكن تبقي انت رايحه عند الجزار لا عايزك تشتري لحمه من عنده تاني، فانت بربع كيلو لحمه نص كيلو لحمه موجوده عندك في الفريزر، ولا تخرجي ولا تروحي ولا تيجي، وجهزي الكفته في البيت بطريقه سهله جدا وجميله جدا ونظيفه. وزي ما قلت لك هتغسلي الرز وتنشفيه وتطحنيه وتشتغلي على طول، او تجيبي دقيق الرز جاهز من بره زي ما قلت لكم بس بيبقى معجن شويه. يلا حبايب قلبي اشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.